ما تواصل الحكومة الدفاع عن حصيلتها الاجتماعية والاقتصادية مع اقتراب الانتخابات التشريعية، تكشف مشاهد السواحل المقابلة لمدينة سبتة المحتلة عن واقع مختلف، حيث يختار مئات الشباب يوميا خوض البحر سباحة في واحدة من أخطر موجات الهجرة غير النظامية التي عرفتها المنطقة خلال السنوات الأخيرة. فصور الشباب الذين يغامرون بحياتهم وأخبار المفقودين والغرقى أعادت إلى الواجهة سؤالا يفرض نفسه مع اقتراب نهاية الولاية الحكومية الحالية: إلى أي حد نجحت السياسات العمومية والبرامج الاجتماعية في إقناع الشباب بأن مستقبلهم يوجد داخل المغرب؟ وفي خضم هذا النقاش يربط فاعلون سياسيون وحقوقيون تصاعد محاولة الهجرة بأزمات أعمق تتعلق بالتشغيل والعدالة الاجتماعية والحكامة، معتبرين أن ما يجري لا يمكن عزله عن واقع اقتصادي واجتماعي دفع شريحة واسعة من الشباب إلى اعتبار الهجرة مهما كانت خطورتها خيارا أكثر واقعية من انتظار فرص لا تأتي.